بيبدأ الفيلم بشابين اسمهم هيثر وجريك وبيكونوا رايحين عند البحر وبيتفرجوا على حالة المية وبيفكروا إذا كانوا هيطلعوا في رحلة الغوص دي ولا لأ، خصوصا إنهم ما حجزوش قبل كده الرحلة دي وكانوا ناويين يجربوا حظهم ويغامروا. وكان صاحب المركب عارف شوية قصص عن حوادث حصلت قبل كده وبيحذرهم من المخاطرة، وده خصوصا لأشخاص زيهم ما عندهمش خبرة. وحكى لهم عن مجموعة شباب قبلهم كان في واحد منهم شاب في سن الجامعة وده وقع في حادث مع قرش جامد وكان شبه موقف مؤلم جدا، وده خلاهم يفكروا مرتين قبل ما ينزلوا الميه. وبعد شويه ظهر تيكر وده المسؤول عن الرحله وقالوا له انهم جايين يغطسوا ويجربوا المغامره، بس غريب انه رد وقال لهم ان دي احسن حاجه هم عملوها. وهنا الشباب كانوا مش متاكدين من بعض الاجراءات وكان في احساس بالحذر والخوف، لكن الحماس كان ظاهر في عيونهم، وعلى الرغم من التحذيرات اللي حواليهم خدوا القرار بالمغامره وركبوا القارب. وكانت بدايه مشوقه ومليانه توتر. وهم في المركب اتفاجئوا لما تيكر كان بيحكي لهم عن قرش عضه في طفولته وهو صغير وبيوريهم جرح كبير في ظهره، والموقف كان مرعب لكنه خلى الشخص يحس بالنجاة معجزة، وده خلاه صاحي تماما من وقتها ومش قادر ينسى اللحظة دي أبدا. فإيسر بتتعاطف معاه وبتسأله إذا كان في حد في حياته، فهو بيقول لها إنه طول عمره وهو عايش لوحده. وبعد شوية بيوصلوا لمكان معين في البحر وهناك تيكر بيرمي طعم الأسماك القرش، إنما هيسر كانت قاعدة متوترة وخايفة تنزل البحر، لكن تيكر بيتكلم معاها وبيخليها تعمل تمارين علشان تقلل التوتر، والتمارين دي زي إنها تاخد نفس عميق لحد ما أعصابها تهدى. وبعدها تيكر بينزلهم في قفص حديد للميه وبيتفاجئوا لما بيلاقوا مكان مليان باسماك القرش. فهيسر بتتوتر وبتحس انها مش قادره تتنفس، لكن جريك بيمسك ايدها وبيطمنها لحد ما بتهدى، وساعتها بيستمتعوا بالمنظر اللي قدامهم. وبعد شويه بيطلعوا على المركب وهم مبسوطين وبيقولوا لتيكر انها كانت تجربه ممتعه جدا، لكن فجاه تيكر بيطلع خنجر وبيطعن جريك وبيرميه في الميه، وبيبص لهيسر بنظره مرعبه وبيرحب بيها على المركب. وساعتها هيسر بتترعب وبتفضل تصرخ. وفي مكان تاني بنشوف بنت اسمها زافي وهي خارجه من السوبر ماركت وبتكون رايحه لعربيتها وبتقابل شاب اسمه موس، وموس بيطلب منها وصله لبطاريه العربيه بتاعته علشان بتكون عطلانه. فزافي بتوافق وبتروح معاه بالعربيه عند عربيته، واثناء ما بيكونوا في الطريق بيتعرفوا على بعض، وموس بيقول لها انه شغال سمسار عقارات، انما زافي فهي بتكون رحاله وبتتنقل طول الوقت وعايشه على طول في عربيتها وملهاش اهل. ولما بيوصلوا عند عربيه موس بنعرف ان هو كمان بيحب يمارس رياضه ركوب الامواج زيها، وبيبان ان في اعجاب متبادل بينهم، وبيروحوا على بيت موس وبيقضوا الليله سوا. وموس بيقوم علشان يحضر العشاء، لكن بيتفاجئ انه بعد ما بيحضر العشاء بيلاقي زافي سابته ومشيت، وزافي وهي في الطريق بتلاقي الامواج عاليه فبتقرر تنزل البحر علشان تمارس رياضه ركوب الامواج اللي بتحبها، لكن بتلاحظ انها نسيت مفتاح صندوق ادوات السباحه، فبتروح على عربيه قدامها وبتدور على حاجه تفتح بيها الصندوق، وفجاه بتلاقي تيكر قدامها وبيديها مفتاح تستخدمه علشان تفتح صندوق الادوات. فهو بيسالها عن سبب وجودها لوحدها، فبتقول له انها على طول لوحدها، فهو بيقول لها قشطه استمتعي بوقتك. وبعدها بيركب عربيته وبيمشي. وبعدها بيجي لها رساله من موس وبيسالها هي راحت فين، فبتقول له انها راحت عند الشاطئ وهتنزل الميه، فبيسالها اذا كان ممكن ينزل معاها، فهي بتقول له عادي البحر متاح للكل. وبعدها بتتفاجئ ان تيكر بيجي من وراها وبيخنقها لحد ما بيغمى عليها وبياخدها في عربيته وبيروحوا على المركب. وتاني يوم بيوصل موس للشاطئ اللي كانت زافي موجوده فيه، فبيستغرب لما بيلاقي زافي مش موجوده وبيفضل يرن عليها لكن هي ما بتردش، فبيقلق عليها وبيروح يبلغ الشرطه. فلما الضابط بيساله عن اسمها او عنوانها مش بيبقى عارف يقول له ايه، وبيقول له انه اتعرف عليها من 12 ساعه بس. فالضابط بيقول له انه كده مش هينفع يعمل بلاغ وبيطلب منه انه يقول مواصفاتها. وبنروح لتاني يوم وزافي بتفوق وبتلاقي نفسها مربوطه في السرير، فبتخاف وبتتخض وبتفضل تصرخ، وبتلاقي هيسر موجوده في السرير اللي جنبها. فهيسر بتقول لها انهم مخطوفين، وبتقول لها ان تيكر صاحب المركب وانه مختل عقليا وانه قتل جريك اللي كان جاي معاها. وزافي بتصرخ وبتدور على اي حاجه تفتح بيها الكلبشات، وبالفعل بتلاقي سلك وبتستخدمه في فك الكلبشات، بس بيتفاجئوا لما بيلاقوا تيكر داخل عليهم وجايب لهم معاه اكل وميه، فبيشربوا الميه كلها لان الجو بيبقى حر. وبعدها بيخرج وهيسر بيغمى عليها، وزافي بتحاول تفك الكلبشات بس بتلاقي تيكر جاي وبيقول لها انهم هيغمى عليهم بعد شويه، وبياخد من زافي السلك وبالفعل بيغمى عليها. وبعدها بتفوق وبتلاقي نفسها متكلبشه في كرسي على المركب، وبتتفاجئ لما بتلاقي هيسر هي كمان متكلبشه، وتيكر بيبقى واقف ومعاه كاميرا وبيقص خصله من شعر هيسر وبيربطها في ونش ويشغله، وبيرفعها فوق الميه اللي مليانه اسماك قرش وبينزلها في الميه، وبتفضل تصرخ من كتر الخوف. وزافي كمان بتفضل تصرخ وبتقول له ما ينزلهاش في البحر. وبيفضل تيكر يصور هيسر وهي في الميه واسماك القرش بتاكلها، وكمان بيصور زافي وهي خايفه وعماله تعيط. وبعد ما هيسر بتموت بياخد زافي وبيحبسها في الاوضه، وبياخد خصله الشعر بتاعت هيسر وبيحطها مع شريط الفيديو اللي صوروا ليها. وتاني يوم بيروح عند زافي وبيديها الاكل، لكنها بتخبط الاكل برجليها وبتقول
له انه انسان مجنون ومريض. وبعد ما بيخرج بتلاقي جردل جنبها فبتكسره وبتصنع منه آلة حادة، بس هو بيرجع لها وبيكون معاه حقنة مخدر وبيحقنها بيها، بس هي بتخدعه وبتقوم خبطاه بالآلة الحادة اللي في ايديها، فهو بيقع وراسه بتتخبط وبيفقد الوعي، فبتقوم واخده منه المفتاح وبتفك الكلبشات وبتيجي تاخد الخنجر اللي معاه، فهو بيفوق وبيجري وراها قبل ما تقفل الباب عليه، وهي بتطلع تجري منه على السلم وهو بيفضل يجري وراها وبيحقنها بالمخدر، وهي بتقوم خبطاه وبتطلع تجري على المركب وبتروح على كابينة القيادة وبتحاول تطلب المساعدة، بس هي بتتصدم لما بتلاقي جهاز الإرسال عطلان، وبتلاقي سفينة جاية من بعيد وبتفضل تنادي بأعلى صوت عندها، وساعتها مفعول المخدر بيكون اشتغل، وبتحس انها دايخة وبتلاقي تيكر قدامها، فهي بتمسك الكاميرا بتاعة تيكر وبتحاول تدافع عن نفسها، فهو بيقول لها تسيب الكاميرا، فبتقوم رامية الكاميرا في المية وبترمي نفسها كمان وبتحاول تعوم بأقصى قوتها لحد ما بتفقد الوعي، بس تيكر بيقوم ساحبها ومرجعها تاني للمركب. وتاني يوم بيوصل فريق الإنقاذ للبحر وبيحاولوا يلاقوا زافي، وبيقوم موس فاتح تطبيق ركوب الأمواج وبيراقب حركة ركوب الأمواج على كل الشواطئ، وساعتها موس بيشوف عربية زافي وهي معدية في الطريق، وبعدها بتعدي عربية تيكر بس في عكس الاتجاه، فبيدور على اسم شركة تيكر على النت وبيعرف انه بيأجر المراكب بتاعته في الرحلات البحرية، فبيتصل بيه علشان يسأله على زافي، بس بيلاقي تليفونه مقفول، فبيضطر انه يروح على مرسى المركب علشان يقابل تيكر، وساعتها بيكون تيكر وصل للمرسى وبيبقى متعصب جدا وبيتجاهل الراجل اللي بيتكلم معاه وبيروح يشتري كاميرا جديدة بدل اللي زافي رمتها في المية، وبيوصل موس لباب كابينة تيكر وبيفضل يخبط على باب كابينة القيادة بس محدش بيرد عليه، فبيقرر يمشي، بس بيسمع صوت زافي وهي بتحاول تفك نفسها، فبيكسر ازاز الباب وبيمشي ناحية الصوت، وده لحد ما بيلاقي زافي وهي مربوطة وبتقول له انها مخطوفة، وكمان بتقول له يتصل بالشرطة بسرعة، فبيطلع موس على سطح المركب بسرعة علشان يلاقي شبكة، وفجأة تيكر بيقوم جاي خبطه وبيوقعه، وموس بيحاول يتصل بالشرطة لكن تيكر بيسحبه بالخطاف وبيبعد عنه التليفون وبينهي المكالمة، وبعدها بيقرب من موس علشان يضربه وبيقوم موس ضربه جامد وموقعه على الارض، وموس بيحاول يخنقه بس ما بيلحقش علشان بيجي صاحب المركب وبيخبطه على راسه، وبيسمع الراجل ده صوت زافي وهي بتصرخ، فبيقوم تيكر ضربه بالخطاف في نص راسه وبيموته، وبعدها بيفوق موس وبيلاقي نفسه مربوط في السرير اللي جنب زافي، وهي بتسأله اذا كان بلغ الشرطة، فهو بيعتذر لها وبيقول لها انه ملحقش، فهي بتشكره علشان حاول انه يساعدها، وبعدها بيدخل عليهم تيكر وبيخدرهم وبياخدهم على المركب، وبيقوم تيكر قاصص خصلة من شعر موس وبيحتفظ بيها، وبيقوم رافعه بالونش فوق المية وهو بيفضل يصرخ، وزافي عمالة تقول له يهدى وما يتحركش علشان اسماك القرش ما تهجمش عليه، وفعلا بيسمع كلامها وبيلاقي ان اسماك القرش هديت وما كلتهوش، فتيكر بيتعصب وبيطعن موس بالسكينة علشان اسماك القرش تهجم عليه من ريحة الدم، وتيكر بيسمع صوت طيارة بتقرب فبيوقف الونش وبيرجعهم على المركب، وبيفضل يراقب الطيارة من بعيد، وموس بيفضل ينزف جامد، فبتحس زافي بالذنب ناحيته وبتحاول تكسر صوابعها علشان تفك الكلبشات، بس للاسف برضه مش بتعرف، فبتعض صوابعها جامد لحد ما بتقطعهم، وبعدها بيجي تيكر الأوضة وبيلاقي زافي مش موجودة، بس فجأة بتظهر من ورا الباب وبتخرج وبتقفل الباب وبتروح رايحة على كابينة القيادة وبتحاول تشغل المركب، لكن بعدها تيكر بيخرج من الأوضة وبيفصل الكهرباء عن المركب كلها، فزافي بتحس انها فقدت الأمل وبتبص وبتلاقي جزيرة جنبهم، فبتقوم رايحة مولعة شعلة استغاثة وبتلاقي تيكر وراها، فبتقوم ضربة فيه الشعلة بس مش بتيجي فيه، وبعدها بتحاول تهرب من الشباك لكن مش بتعرف، وبيجي تيكر وبيفضل يشدها وبيحاول يضربها بالخنجر لكن هي بتضربه جامد بالطاسة، وبتقوم خبطاه بالسكينة في ايده وبتنط في المية وبتعوم بسرعة ناحية الجزيرة، فهو بيركب القارب وبيحاول يروح وراها على الجزيرة، فبيقوم ماسكها عند الشاطئ وبيكتم نفسها لحد ما بيغمى عليها، وبعدها زافي بتفوق وبتلاقي نفسها متعلقة في الونش وموس بيكون متكلبش في الكرسي، وبيقوم تيكر منزل زافي في المية ومصورها بالكاميرا، لكن زافي بتبقى هادية والقرش ما بيهجمش عليها، فبيقوم تيكر مستفز القرش علشان يهجم عليها وبيضربه بالعصاية، فالقرش بياخد العصاية وبيقوم رميها على زافي، فهي بتاخد العصاية وبتستعد علشان تدافع عن نفسها من القرش، لكن فجأة القرش بيختفي وهي بتحط العصاية في الرمح وبتحاول تطلع من المية، لكن تيكر بيكون بيصورها وهو فرحان انها بتعاني، وفجأة بتقطع الحبل وبتقع في المية وبتلف وبتطلع على المركب، وتيكر بيفضل يدور عليها في المية بس فجأة بتظهر وبتضربه برمح فبيقع في المية، وهو بيحاول يرجع للمركب بس فجأة القرش بيظهر وبيقوم هاجم عليه، وزافي بتصوره زي ما كان بيعمل معاهم، والقرش بياخد نص جسمه وبيمشي بيه، بس زافي ساعتها بتقع في المية بسبب حبل بيشدها وموس بيغمى عليه من الخوف عليها، بس بعد شوية بتطلع المركب وبتحاول انها تفوق موس، وبعدها بتلاقي مركب قدامها وبتولع شعلة علشان المركب تنقذهم، وفعلا المركب بتشوفهم وبتيجي علشان تنقذهم، وبتفضل تحاول تفوق في موس وبتقول له انها بتحبه، فهو بيقول لها وانا
كمان بحبك. وهنا بينتهي الفيلم صديقي، اتمنى يا رب يكون عجبك. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتسيب رأيك في الكومنتات وتقول لنا على اي فيلم نعمله لك. مع السلامة.